الركراكي في ورطة. إصابة مزراوي تجبره على البحث عن بديل عاجل. تشكل إصابة مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي نصير مزراوي ضربة موجعة لوليد الركراكي قبل الكشف عن قائمة منتخب المغرب الرسمية لمواجهتي النيجر وزامبيا. ويستعد مدرب المنتخب المغربي للإعلان عن قائمة الأسود الخاصة بمواجهتي النيجر وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2026 وسط تحد كبير يتمثل في تعويض غياب بعض الركائز الأساسية. ويفتح غياب نصير مزراوي الباب أمام وجوه جديدة للظهور مع المنتخب المغربي، إذ يتوقع أن تشهد قائمة الركراكي المقبلة تغييرات مهمة. وفي مركز الظهير الأيسر تحديدا برزت عدة أسماء مرشحة لتعويض الغياب. ويبرز آدم أزنو مدافع إيفرتون الإنجليزي الذي يملك تجربة أوروبية قد تضعه في مقدمة الخيارات، بالإضافة إلى يوسف بلعمري لاعب الرجاء البيضاوي الذي يقدم مستويات قوية محليا، لكن تواجده مع المحليين يضعف حظوظه هذه المرة. ويبسم سفيان الكرواني ظهير أوتريخت الهولندي على بداية موسم لافتا بأرقامه الهجومية، إلى جانب زكريا الوحدي لاعب متعدد الاستخدامات يجيد اللعب على الجهتين اليمنى واليسرى، ما يمنح الركراكي مرونة إضافية. وبين خيار منح الفرصة للاعبين الجدد أو الاعتماد على عناصر أكثر خبرة، سيحاول الركراكي إيجاد التوازن الذي يضمن للأسود الحفاظ على قوة الخط الخلفي والمضي قدما نحو تحقيق التأهل للمونديال. وأكدت الجامعة المغربية أن وليد الركراكي سيعقد ندوة صحفية يوم الخميس 28 غشت الجاري ابتداء من الساعة 11 صباحا بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم من أجل الكشف عن قائمته النهائية.